السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد الجزر. مبدئيا مهما اتكلم معاكم عن فوائد الجزر ومهما تقرأوا عليها على النت فهي فوائد لا تحصى ولا تعد. والمقولة الشهيرة اللي كلنا عارفينها من ايام ما كنا صغيرين، الجزر بيقوي النظر، دي ليها اصل يا جماعة. وده لان الجزر بيحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين ألف اللي بدوره مهم جدا لصحة العين. كمان كان موطنه الأول في زراعته أفغانستان، ثم بعد ذلك بدأت زراعة الجزر في أماكن كثيرة حول العالم. بينتمي الجزر إلى الخضروات الجذرية وبيعد أكثر أنواعها تميزا، وده لأنه غني بالعناصر الغذائية اللي بتمد جسمنا بالفوائد الصحية العديدة، زي دعم وظيفة الجهاز المناعي وتحسين صحة العين وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، بالإضافة إلى الفوائد المتعددة للجزر. فهو يتميز بمذاقه المرغوب من قبل الأطفال والبالغين، مما يجعله من أفضل الخضروات اللي بنحب نتناولها كده كوجبة خفيفة. تعالوا نشوف محتويات الجزر. بيحتوي الجزر على نسبة عالية من الماء وبعض الكربوهيدرات والقليل جدا من البروتين والدهون، وأيضا بيحتوي الجزر على كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفور وبوتاسيوم وصوديوم وزنك وحديد ومنجنيز. كمان بيحتوي الجزر على فيتامين ألف وفيتامين سي وفيتامين كاف. تعالوا سريعا نروح نشوف فوائد الجزر. أول فايدة معانا النهاردة الحفاظ على صحة العين زي ما اتفقنا في أول الفيديو، وده لاحتوائه على نسبة عالية جدا من فيتامين ألف المهم لصحة العين. تاني فايدة معانا النهاردة هتكون للرجال، وده لأن الجزر مفيد جدا للرجال في الجنس، وده لأنه بيحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وفيتامين إيه، كمان بيتا كاروتين اللي بيساعد على منع تلف الحيوانات المنوية، كمان بيعمل على تعزيز حالتها وزيادة أعدادها. وبتشير الدراسات إلى أن الرجال الذين يتناولون الجزر بانتظام يكونون قادرين على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية. فايدة كمان مهمة جدا، الجزر مفيد جدا للأعصاب، وده لأنه بيعمل على تحسين المزاج وبيعمل على تقليل الصداع وبيقي من الانهيار العصبي. كمان فايدة مهمة جدا، الجزر مهم جدا للمرأة الحامل، أيضا الجزر مهم جدا للرضع وللأطفال. فايدة برضو مهمة جدا، الجزر مفيد جدا في الوقاية من أمراض القلب، وده لأنه بيساعد في الحفاظ على صحة القلب لما له من فوائد التحكم ببعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك بيعمل الجزر على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وكمان الدهون الثلاثية. أيضا بيعمل الجزر على خفض ضغط الدم المرتفع، ودي نقطة مهمة جدا، وبيعمل كمان الجزر على تنظيم ضربات القلب. طيب فايدة كمان مهمة جدا برضو، الجزر بيعمل على الوقاية من السرطانات، وده لأن الجزر بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. كمان هنروح لفايدة برضو مهمة جدا، الجزر بيعمل على تحسين عملية الهضم، وده لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الألياف. برضو فايدة مهمة جدا، الجزر مهم جدا لإنقاص الوزن أثناء الرجيم، وده لأن الجزر بيحتوي على نسبة عالية من الألياف اللي هتدينا إحساس بالشبع أثناء الدايت أو الحمية الغذائية. كمان فايدة برضو مهمة جدا، إن الجزر بسبب احتوائه على نسبة عالية جدا من الألياف فهو يساعد في علاج الإمساك. أيضا فايدة مهمة، الحفاظ على صحة العظام، وده لأن الجزر بيحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم. تمام. كمان الجزر بيساعد على تقوية المناعة في الجسم، وده لاحتوائه على فيتامين سي. أيضا الجزر بيعمل على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. متهيألي لحد دلوقتي ما شاء الله فوائد عظيمة جدا. بالرغم من كل ده إلا أن الجزر ممكن الإفراط في تناوله ممكن يعمل لنا ضرر أو يأذينا. زي إيه؟ ممكن يعمل رقم واحد حساسية، وده للأشخاص اللي عندهم حساسية من حبوب اللقاح والتي قد تظهر فور تناول الجزر. تاني ضرر ممكن يحصل من الجزر التسمم، وده إن يكون الجزر بسبب تلوث الجزر بالمبيدات الحشرية أو نتيجة نمو الجزر في تربة ملوثة بكميات كبيرة من المعادن الثقيلة. كمان في نقطة مهمة عايزة أقول عليها، إن الجزر مهم جدا لما نعمله عصير، وخاصة كمان